بجد انا محتاره جدا جدا ومش عارفه اللي انا عملته صح ولا غلط. خالتي قالت لي تعالي نروح ميت النصر نجيب هدوم للبنات. المهم رحنا ميت النصر وجبنا هدوم البنات ورحنا محل طرح عشان نجيب طرح مناسبه للقطقم بتاعتهم. وانا هناك في المحل الطرح عجبني قوي الطباقي المنقوشه بالشكل ده. انا كان عندي منها كذا لون بس ساده. هي عمليه جدا جدا. المشكله مش في هنا خالص. المهم انا بفتح الطباقي بعد ما روحت البيت لقيت كبسوله شغاله والكبسولتين الاتنين بايظين. فالمهم قلت لابني الكبير خد كده الطباقي وديها عند الخياطه اللي احنا بنخيط عندها وقول لها تركب لها جوز كبسيل. قالت له ما عنديش المكبس اللي بيركب الكباسيل دي. المهم بقيت محتاره جدا. لسه هروح ميت النصر واخد ولادي معايا ابهدل نفسي في الطريق ومعايا ولادي واتكلف نفسي مواصلات 20 جنيه رايح جاي. فالمهم كان متوفر عندي الكباسيل اللي هي بتاعت الجليد بتاع زمان وجبت هنا الابره والخيط وخيطتها في الطباقي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي اتخيطت معايا بكل سهوله والخياطه مش باينه فيها. لكن بجد بعد ما ركبتها بقيت محتاره. قلت يا ريتني كنت خدت ولادي ورحت ميت النصر وبدلتها. مش عارفه اللي انا عملته كده صح ولا غلط. هي ما تكلفتنيش اي حاجه بس كنت شايله هم اول مواصلات بولادي.